ازيكم يا أصدقاء، عاملين انتوا؟ وحشتنا جدا جدا. في بداية الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ولايك وشير عشان يوصلكوا كل جديد. طبعا بقى يا أصدقاء النهاردة كنت جيت عند بيت خاله. طبعا بقى يا أصدقاء أنا جاي أوريكم الأضحية بشكل بقى الأضحية يا أصدقائي. وطبعا بقى خاله يشرح لكم بقى الأضحية. وعليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معانا النهاردة الدكتورة آية كمال بنت أخت حبيبتي الغالية، جاية تزورنا في المزرعة النهاردة عشان تنقي الأضحية بتاعتها. فطبعا هي بتقول لي شروط الأضحية إيه يا خالو؟ قلت لها لازم الأضحية يا دكتورة آية تبقى معدية السنتين. فهي قعدت تقول لي طب شوف يا خالو إيه اللي معدي السنتين. بصت على دي معديها السنتين، وقالت لي طب دي يا خالو؟ قلت لها لا لسه ما عدتش السنتين. وقالت لي يا خالو برضو دي شروط أضحية تنفع اللي هي التالتة ديت؟ قلت لها أيوة. قالت لي طب أنا عايزة حاجة بقري. قلت لها اتفضلي يا دكتورة آية هفرجك على البقر اهوت. فهي اختارت الشابة الجميلة دهيت، فكة سنتين لشروط الأضحية عشان الدكتورة آية هتضحي بها السنة دي، وكل سنة وانتم طيبين. وأنا بقول لها برضو عايزك تاخدي كمان عجل جاموس. الحالة حلوة يعني، الدكتورة آية مبسوطة وجميلة. بقول لها خد العجل التقيل دهوت. قالت هشاور بابا كده وممكن ناخدهم الاثنين على بعض، لكن هي اختارت ديت النهارده. دي الأضحية الجميلة ديت بتاع الدكتورة آية، وإن شاء الله هتوزع على المتابعين حبايبها كلهم. طبعا هتوزع لهم لحمة وكده. قلت لهم كل سنة وانتم طيبين، وتاخد العجل دوت بقى بالمرة عشان توزع على المتابعين. انت مع حضرتك معاكم متابعين ياما ولازم الناس كلها تبقى مبسوطة وتقول لهم كل سنة وانتم طيبين كده. وكلكم طيبين. والدكتورة آية منورانا النهاردة. الدكتورة آية مختارة القطقوطة الصغيرة ديت. بتقول لي يا خالو انا لازم اعرضها عشان حد جميل ياخدها كده. عجلة فريزيا لدرجة اولى، هي عجلة من العجول الحلوة. فهي بتقول انا هعرضها لك يا خالو عشان نديها لحد من المتابعين بتوعي. عجلة جميلة هي، عجلة فريزيا من العجول الحلوة بتاع المزارع. فهي قالت لي يا خالو انا هعرض لك العجله دي النهارده عشان المتابعين اللي عايزين يضحوا كده ايه، اللي عايزين يقنوا هندي لهم العجله الحلوه دي. ودولت آية برضه هتعرضهم لنا النهارده همت. اي حد يا حبايبها عايز اضحيه، دولت شباب نتيان، حاجات معديه السنتين كلها ما عدا اللي في النص ديت، وحاجات حلوة كلها اهي. وفي عجول بقر، عجل جميل برضه فاكك سنتين معدي السنتين اهوت. والعجل دي لسه بقى الدكتورة آية اللي تعرضه، يا تقول هناخده رخر مع شابة البقر يا تعرضه نبيعه. العجل الجميل ده اهو. العجل ده موزون 470 كيلو، عجل الجمسي ده. سنة وانتم طيبين يا أصدقائي. وطبعا بقى أخرج لكم كل البقر اهوت يا أصدقائي، واللي يجي بقى يقول لنا من تبع قناة قصة آية هنا وهو يعمل معاكم الصح. اتكلمت معاه. بص بقى دول الجماعة اللي عايزين أضاحي وكلام من ده وأسعار حلوة ورخيصة. وقلت لهم الدكتورة آية اختارت ديت، وأنا مختار لها العجل ده كمان هتاخده عشان المتابعين هياما وكلام من ده. أنا اتكلمنا مرة في الموضوع في المثالية. الدكتورة آية حابة تعرض لكم تاني البنوتات الحلوين دولت اللي عايز أضحية ولا حاجة عشان هي هتضحي منهم. فاللي عايز أي حاجة يتواصل مع الدكتورة آية، وهي هتسيب رقم التليفون بتاع خالها معاكم على التليفون. اللي عايز أي حاجة أنا هنوديها له تحت أمر ووصل لحد البيت. حاجات جميلة كلها، هي حاجات بنوتات كلها.
وشباب جاموس لحم وشباب بقر قافل لحم اهوت، في شابة قافلة جوه اهيت. اللي عايز حاجة برضو يتواصل مع الدكتورة آية، وهتسيب الرقم بتاع معاها. ويا ريت بقى اي حد من المتابعين الغاليين بتاع الدكتورة آية، انا بقول لها لازم تاخد العجل ده توزعيه رخرة، بس بتقول لي انا مش واخده الا واحدة بس السنة دي. فلو حد من حبيبي عايز العجل دي هنهديه بيه ان شاء الله، هنديله باسعار حلوه. العجل ده هو العجل التقيل الحلو ده. بقى يا أصدقائي احنا جينا، وطبعا بقى يا أصدقائي انا وريتكم شكل الأضاحي، ويا رب تكون الأضاحي عجبتكم ويكون اليوم عجبكم. وطبعا بقى يا أصدقائي اللي عايز يشتري أضاحي يجي عند خالي، وانا هسيب لكم رقم التليفون عشان تتواصلوا معاهم وهنزله لكم. طبعا بقى يا أصدقائي اللي يجي عند خاله يقول لهم انا متابعة قناة قصص آية هنا، وهو يعمل معاكم الصح. رأيك بقى يا ماما في شكل الأضحية اللي احنا شفناها؟ جميلة وشكلها جميل يا آية، وكل سنة والأمة الإسلامية كلها بخير. واتكلمي معاهم قولهم اللي هيصوم ال10 أيام. اللي يا أصدقائي ما يقدرش يصوم ال9 أيام عادي، يوم الوقفة دوت يوم الوقفة أكنك صمت ال9 أيام كلهم، وندعي كتير ونصلي. وطبعا بقى يا أصدقائي ده شهر كريم، وعيد الأضحى ده جميل. وطبعا بقى يا أصدقائي احنا بنصوم يوم الوقفة. وطبعا بقى يا أصدقائي عايزين ندعي كتير ونصلي كتير. يا رب أيامهم كلها تبقى سعادة وأعياد. وقولوا لهم يا آية شجعوك كتير كتير كتير. انا زعلانة منكم يا أصدقائي. فين بقى اللايكات، وفين تشجيعكم ليا، فين بقى يا أصدقائي، وفين بقى الكومنتات الجميلة بتاعتكم؟ وآية راحت النهاردة علشان اللي ما بيعرفش شروط الأضحية، فهي حابة تعرفكم من عند إخوالها. وطبعا اللي عايز يروح يجيب طبعا يتواصل مع آية، وهي هتقول لهم أمانة وثقة وحاجات جميلة. وطبعا بقى يا أصدقائي انا هسيب لكم رقم التليفون عشان تبقوا تتواصلوا معايا. قولوا لهم يا آية كل سنة هم طيبين، كل سنة وانتم طيبين يا وأيامهم كلها أصدقائي. تبقى أعياد. ماشي. قولوا لهم يا آية، وهنسيب لهم الرقم في الوصف. ويا ريت دعوة حلوة لبابايا ومامتي بالرحمة في ال10 أيام دولت، وما تنسوش يا جماعة تدعوا لهم بالرحمة كتير. اتكلمي معاهم يا آية. وطبعا بقى يا احنا هنسيب لكم رقم الموبايل عشان لو انتوا عايزين تتواصلوا مع خاله هسيب لكم رقمهم في الوصل. وباي. طبعا بقى يا انا اصور لكم يوم العيد الصبح، وهوريكم طبعا بقى يا الأضحية واحنا بنشوفها وكل ده يا اصدقائي. ويا رب. وطبعا بقى يا أصدقائي بأكد عليكم تاني اللي انا هسيب لكم رقم الموبايل في الوصف، وعايزكم بقى تشوفوه وفرحوني بقى، واشوف مين بقى اللي هيروح لهم ويقول لهم انا متابع قناة قصص آية هنا. وزي ما ماما قالت لكم ادعوا لتيتا وجدو بالرحمة. باي. ويا رب يا أصدقائي بقى اليوم النهارده يكون عجبكم، ويراكم بقى في الأضحية.